بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أعالج موضوع المحاضرة من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة. تنصرف المقدمة إلى الحديث عن طوفان الأقصى الذي صنع الوعي على مستوى الأمة وعلى مستوى الأسرة البشرية قاطبة. ومن مظاهر هذا الوعي تلك المطالبات القانونية والمتابعات الجزائية من خلال تفعيل قواعد القانون الدولي والنظر في هذه الجرائم المختلفة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. هذه المصطلحات المعروفة في فضاء القانون الدولي. تلك المظاهرات الكثيرة التي نتابعها على مستوى العديد من الدول، تلك الاعتصامات، كل ذلك ينبئ عن تلك اليقظة وذلك الوعي. فطوفان الأقصى اختزل الزمن. غزة أقامت الحجة على الناس وبرأت الذمة. هذا الأمر يقودنا إلى أمر آخر، لا بد من تقوية هذا الوعي على مستوى أمتنا التي تحتاج فعلا إلى زلزلة على مستوى الضمير، على مستوى الوعي. ربنا في آي القرآن، والآيات كثيرة، تستنهض فينا الهمم تلك الآيات، حينما يقول ربنا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السؤال: هل الشهادة تقتضي الحضور أم لا؟ السؤال الثاني: هل الغائب يستطيع أن يدلي بشهادته؟ وإن أدلى بها هل تقبل شهادة الغائب؟ فالشهود أمر شرعي دلت عليه النصوص واقتضته ظروف الصراع التي تعيشها أمتنا. النقطة الأولى: فاعلية الوعي. المطلوب هو الفاعلية. هذا الوعي المصنوع يحتاج إلى فاعلية، إلى تفعيل. ومن مقتضيات هذه الفاعلية تحويل الأفكار إلى مؤسسات حاضرة عاملة، تحويل الأفكار إلى مشاريع متحركة على مستوى الأمة، بل على مستوى الكرة الأرضية قاطبة. إذن فهذه الفاعلية مطلوب، ونغذي هذا الوعي بالوحي الطاهر. القرآن الكريم هو الذي أراد للأمة العزة، للمؤمنين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن أصيبت هذه الأمة بعدة قروح، بعدة نكسات على جميع المستويات، على المستوى الفقهي، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، نكسات وضربات
وقروح كما سماها القرآن في سورة العمران. ولكن ربنا جل جلاله يزرع فينا الأمل الذي يدفع إلى العمل. قال ربنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا في أحاديث تترى بأن الخيرية في الأمة لن تزول في أحاديث خرجها الإمام الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، والأحاديث كثيرة. إذن المطلوب منا فقط استثمار هذا الوحي الطاهر كتابا وسنة من أجل تفعيل هذا الوعي فينا وزرعه في غيرنا. وكذلك من مقويات الوعي دراسة التاريخ، دراسة اعتبار لمعرفة عوامل الانتصار وأسباب الانكسار، وكذلك دراسة الواقع المعاصر، إدراك خطورة مشروع الكيان الذي يدمر الجميع. فهذا الوعي هو الذي يجعلنا نعد ما يجب إعداده لقوله تعالى: وأعدوا. النقطة الثانية أركز فيها على الوعي القانوني. ما أحوجنا إلى استثمار المنظومة القانونية المعاصرة من أجل تفعيل الوعي وتحقيق الوعي عملياً، واستثمار جميع الفضاءات المتاحة من خلال تحريك دعاوى قضائية اعتمادا على ميثاق الأمم المتحدة وعلى الإعلانات المختلفة والمواثيق الدولية، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم نقلا وعقلا وقانونا، ومن خلال بالذات المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية في شقيها. الأول ألف: الشرعية الدولية بمصادرها الخمسة. المصدر الأول استثمار ما في ميثاق الأمم المتحدة من مواد قانونية. المصدر الثاني المعاهدات الدولية، وأفتح قوسا مهما جدا أن العديد من الدول بما فيها الدول الإسلامية عدلت دساتيرها الوطنية وجعلت من المعاهدات الدولية المصادق عليها، جعلت منها مقاما رفيعا يسمو على القانون الصادر من الجهاز الأصيل للتشريع. ومن هذه المواد المادة القانونية الجامعة التي نقرأها في العديد من الدساتير أن المعاهدات الدولية المصادق عليها تسمو على القانون، بمعنى أن هذه المعاهدة تدخل في تشكيل النظام القانوني الوطني على مستوى الدول الإسلامية. المصدر الثاني للشرعية الدولية بعد ميثاق الأمم المتحدة المعاهدة الدولية. المصدر الثالث العرف الدولي، هناك أعراف دولية أيضا يجب أن نحسن استثمارها. المصدر الرابع هو المبادئ العامة للقانون. والمصدر الخامس هو أحكام المحاكم، تعد مرجعيات مهمة في هذا التحرك القانوني. أحكام المحاكم وكذلك آراء الفقهاء خاصة فقهاء القانون الدولي.
المطالبة بتفعيل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. نحن نعلم يقينا بأن هناك ما يسمى بازدواجية المعايير. هذا أمر معروف ومألوف وليس غريبا. لا ننتظر من الأقوياء أن يطبقوا العدل في الضعفاء. نحن نعيش في عصر لا يقبل الضعفاء، لا يقبل المهزومين، فالحق يحتاج إلى قوة تحميه. لذلك هذا نعلمه، ولكن لا تعارض بين الأمرين، أن نكون حاضرين في هذه الساحة القانونية الدولية لاستثمار ما أمكن. لذلك ربنا عز وجل لا يلزمنا بما لا نستطيع، لأننا إذا اجتهدنا، قاعدة ذهبية، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. ومصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان أيضا 5. المصدر الأول هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمصدر الثاني هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، المصدر الثالث العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 66، والمصدر الرابع هو البروتوكول الاختياري الأول، والمصدر الخامس هو البروتوكول الاختياري الثاني. إذا كنا حاضرين في هذا المجال، في هذا الفضاء القانوني، لا شك أننا ندعم قضيتنا المركزية، القضية الأم، قضية فلسطين الخاتمة. أختمها بآية في سورة التوبة، الآية 5 بعد 100 الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شكرا لكم. ما شاء الله تبارك الله.